معاك مفتاح واحد وعايز تفتح بيه الباب، جيت تفتح الباب ما اتفتحش. يا ترى بقى هنغير المفتاح ولا هتغير الباب؟ الذكي اللي يغير المفتاح ويبقى عنده ميدالية كده من المفاتيح يفتح بيها الأبواب. بصوا بقى، المفتاح ده هو الطريقة اللي انت بتتعامل بيها مع الناس، والباب هو الشخصية اللي انت بتتعامل معاها. الذكي اللي يبقى معاه مجموعة مفاتيح يفتح بيها بكل شخصية، يفتح بيها كل باب محتاج مفتاح معين. يا ترى بقى هتبقى محتاج ميدالية مفاتيح ولا هتبقى عايز مفتاح واحد؟ تعالوا نوضح اكتر، يلا بينا. بصوا بقى، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه مجموعة مفاتيح، مش بس للابواب، مش عشان يتعامل مع الشخصية، ولكن علشان يكسب قلوب الناس اللي حواليه. تعالوا كده نضرب بعض الأمثلة من حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما جه راجل وراح بال في المسجد، طبعا الصحابة اتضايقوا جدا وكانوا عايزين يخلصوا عليه، ايه اللي بيعملوا ده؟ لكن سيدنا النبي بالراحة كده راح قال لهم لا، سيبوه لما يخلص. وبعد كده بدأ يتكلم معاه ويعلمه ويفهمه ان المسجد ده للصلاة وللذكر وللعبادة، وقال لهم يلا شوية مية ورشوا، وعلمهم يعملوا ايه لو حصل ان في بول جه في المسجد. رشوا عليه بشوية مية وخلاص وخلص الموضوع، ولا زعق للراجل ولا وبخه ولا طلعه بره المسجد، ولكن كسب قلبه بان هو علمه الصح من الغلط. كمان مثال تاني، لما كانوا في صلاة مرة وراح احد الصحابة عطس، راح واحد قال له يرحمكم الله. الصحابة كلهم استغربوا، انت بتتكلم في الصلاة؟ انت بتصلي وقاعد تتكلم وتقول ان الكلام العادي اللي احنا بنقوله؟ وكلهم طبعا بصوا عليه وهو استغرب واتخض، هما ليه بيبصوا عليا كده؟ مش ده حديث عن الرسول ان لما حد يعطس نقول له يرحمكم الله؟ بعد كده بعد ما خلصت الصلاة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخده كده وقال له إيه؟ قال له إن الصلاة لا ينفع فيها إن أنت تقول كلام من كلام إيه؟ الحياة، ولكن المفروض إن إحنا نقول فيها الذكر ونقول فيها القرآن. يبقى عمل إيه سيدنا النبي؟ علمه وفهمه بالراحة، يبقى كده كسب قلبه. طب تعالوا نشوف مثال كمان. لما جه في فتح مكة، فكان عارف ان سيدنا ابي سفيان كان بيحب ان في حاجة كده تميزه. فلما جه في فتح مكة وخلاص بقى الناس عايزة تروح تستجير، طبعا تستخبى في مكان علشان ايه؟ ما يحصل لهمش اذى من المسلمين. فراح قال لهم ايه سيدنا النبي؟ قال لهم من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. يبقى لو حد دخل في حاجة من التلاتة دول فهو آمن. وميز إيه؟ وميز سيدنا أبو سفيان بأن هو لمن دخل داره فهو آمن. فهنا لما ميزه كسب قلوب إيه؟ كسب قلب أبو سفيان لأنه بيحب الحاجة اللي تميزه. طب تعالوا نشوف مثال كمان. كان في طفل صغير اسمه أبو عمير، كان بيحب العصفور بتاعه جدا، والعصفور ده تعب وكان زعلان جدا عشانه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما شافه بالشكل ده راح واتكلم معاه وقال له يا عمير ماذا فعل النغير؟ وبدأ التاني يتكلم معاه، فحس ايه؟ حس بان هو خلاص هو متعاطف معاه، هو حاسس بيه، هو بيشوف مشكلته. وكل واحد فينا بيحب قوي ان حد يسأله مالك؟ ايه اللي حصل؟ متضايق من ايه؟ وتبتدي تحكي وتحكي وتحكي. لما حد يعمل معاك كده اكيد هيكسب قلبك. طب تعالوا نشوف مثال كمان. لما في غزوة من الغزوات كان في غنائم كتيرة جدا، هي غزوة حنين، فراح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح أخد الغنائم ووزعها على اللي لسه داخلين في الإسلام جديد، وكانوا طبعا من المهاجرين. فطبعا الأنصار اتضايقوا، ليه سيدنا النبي عمل كده؟ ليه ما وزعش الغنائم كده علينا وعليهم؟ فكانوا متضايقين جدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم معاهم، فطبعا اتكلم معاهم كلام كتير رضي الله عنه، فراح قال لهم ايه بقى؟ قال لهم طيب انتوا دلوقتي، هو طبعا كان عارف ان الانصار كانوا اصلا داخلين الاسلام حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فمش عشان الغنائم وعلشان المال او عشان الفلوس، لكن عارف ان التانيين ايه؟ لا، عايزين الفلوس وعايزين المال. ولذلك كان من ضمن الحاجات مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم. فطبعا هو قال لهم ايه؟ طيب يرضيكوا ان هم يرجعوا بالغنائم وانتوا ترجعوا بيا؟
فطبعا في شكل وفي سياق طبعا عاطفي جدا جدا، فخلى طبعا قلوب الانصار، هم طبعا بيحبوه، هم ما يفرقش معاهم المال، ولكن هم بس جت في قلوبهم حاجه كده، ليه الرسول عمل بالشكل ده؟ فراح الرسول فهمهم ان هو بيحبهم، وان هو هيرجع معاهم، وان هو هيقعد في المدينه معاهم، لكن الانصار اللي هم المهاجرين هيرجعوا مكه بالغنائم. فمين افضل؟ فطبعا قالوا له طبعا احنا نرضى ان انت نرجع بيك يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان طبعا هنا ابتدى يتحدث مع القلوب، ابتدى يتحدث بالعواطف عشان يكسب قلوب الناس اللي حواليه، لان هو عارف ومتأكد ان هم بيحبوه اكتر من اللي لسه داخلين في الاسلام جديد. طب تعالوا نشوفوا مثال اخير. لما جه شاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لو سمحت يا رسول الله ائذن لي بالزنا، طبعا الصحابة خلاص هيموتوه، ازاي انت جاي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له بالشكل ده؟ طب اتكلم معاه ازاي؟ زعق له ووبخه ومشاه؟ لا، ابتدى يتكلم معاه بالعقل، وقعد يقول له ها اترضاه لاختك، اترضاه لامك، اترضاه لعمتك، لخالتك، وقعد يجيب له ايه اسامي الناس كلها قرايبه، ترضاه لحد فيهم؟ قال له لا طبعا. راح قال له وكذلك الناس لا يرضونه لايه، لا لاختهم ولا لعمتهم ولا لخالتهم ولا لاي حد. فكده عمل ايه؟ كلمه بالعقل ودخل في قلوبه، وبدأ ان هو يأثر عليه، لانه هو حدث نفسه وحدث مشاعره، وابتدى يكلمه بالمنطق ويكلمه بالعقل ويكلمه بالراحة، فبالتالي كسب قلبه. طيب ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واحد كده طب يقول لي طب انا ايه فرق معايا ان انا اتكلم مع الناس كويس ولا ما اتكلمش مع الناس كويس؟ ما اللي عاجبه طريقتي على كده عاجبه، واللي مش عاجبه خلاص. اقول لك ماشي، معاك حق، خلينا معاك للاخر، بس في الحالة دي انت هتخسر 3 حاجات. هتخسر حسنات اللي انت هتاخدها لما تعمل خير في الناس اللي معاك، لما تبتدي تقدم لهم علم، لما تبتدي تقدم لهم مساعدة، لما تبتدي تراضيهم وتتكلم معاهم وتخاطب عواطفهم وتقف معاهم في المحن اللي هم فيها. هتخسر الحسنات دي بالعمل الخير اللي انت هتعمله معاهم ايا كان. هتخسر برضو حسنات في ان لو حد عمل فيك حاجة سيئة ان انت تصبر عليه، والله قدرت ان انت تدافع عن نفسك مفيش مشكلة طالما بما يرضي الله، ولكن ثواب برضو الصبر اكبر ان انت تصبر على الاذى بتاعه. هتخسر برضو الحسنات اللي هتاخدها من الصبر. هتخسر كمان ان انت لما تقع في مشكلة ولا مرض ولا تبقى محتاج حد يعلمك شيء، محدش هيقف معاك لانك اصلا ما كنتش بتقف مع حد. فلو عندك استعداد ان انت تخسر ال3 دول خلاص مفيش مشكلة، خلي يا سيدي مفتاحك الواحد في ايدك وريني بقى هيفيدك بايه. ما عليا غير التوضيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.